الروزي أو توني هو شاب سعودي من مشاهير تيك توك، يعرف عن نفسه على أنه الشمري وخواله من لبنان وما يقبل يتكلم غير لبناني، مضيع الدنيا ومضيعنا معه. خلينا نتابع. اهلا وسهلا بالضيف الفنان الكبير القدير ابو عبيد. اهلين ابو عبيد. بخير الله يعافيك. بعد حي بيقول مطول الغنيم جيب الغيبات. صوعك انا بدي شلونك من طول الغيبات جاب الغنايم يا ولدي. شو بقى؟ ابيشتك انت الحين يا اخوي، انت بك دم عشير اللي من هالسنين. منو؟ شو اسمك انت؟ طوني آل زعيتر. طوني صاينين. صاينين؟ هرخ عيدك. صاينين بيي يا ولد هذا هو وبي هك الحين ببيروت غارة زجاجة خذوا شهرين. أرخو فيروز عن جد؟ هي واللي عقب الهلال. كل شيء حلو بالحياة بيفيدني إلا رأيك خليه لإلك. معنا من الدمام توني الشمري. هلا وسهلا فيك يا توني. اهلا وسهلا فيكي، حياك الله. يا اهلا توني، شو اسمك الحقيقي اصلا؟ لازم يعني بدك تعرفيني؟ يا ليت. محيا الشمري. محيا؟ محيا. يا اهلا وسهلا. طب انت من وين من لبنان؟ انا بالاساس ماني من لبنان، امي من لبنان. اي من وين؟ من وين؟ بعلبك. وانا عشت طفولي بلبنان واجيت على السعوديه، تعلمت وصرت يعني على قولتهم صرت رجال بالسعوديه، كبرت وصرت رجال بالسعوديه. تعلمت من السعوديه شيء كثير، انه بلد ما فيها عنصريه. السعوديه بلد ما بتنكر جميل حدا، تعلمنا عدم نكران الجميل. يعني هيدا شيء مهم بالحياه. السعوديه هي الدوله الاولى بالعالم اللي فيها الفزعه والحميه، واكبر دليل انه اي دوله اذا صاحت وقالت الفزعه السعوديه تقول ابشر بي. الله. طب انا ابغى اعرف ليش اخترت زعيتر؟ امك من زعيتر اصلا؟ بالجبل ايه؟ يعني امك من بيت زعيتر؟ من آل زعيتر. يا اهلا وسهلا. طيب توني انت بتتكلم كمان لهجات مختلفة صح؟ اللهجات من اساسيات المجتمع، يعني لو تشوفي شمري امريكي مولود بامريكا غصبا عنه راح يقول هاو ار يو يا بعد حي ام سوري يا بلا الغنيمه اشرب لك والاشعه الزعفه كم يلا هيو. يعني هيك الشمري. كمان لو تشوفي عطيبي ببريطانيا ما بيتخلى عن لهجته، حتى لو كان مولود بلندن بيقول أبك what happened Mr. Dawson I'll road. ولو تشوفي وكمان لو تشوفي عنزي اسباني ومولود باسبانيا دغري هاي بده يدمج لهجه العنوز مع اللهجه الاسبانيه مع اللغه الاسبانيه. بالفتره هاي بذاريتا مارثيجو يا ويطي يا حطيته على عينيته يا رجل غديته رجالته. طيب انا الحين ابغى اعرف شيء، كلمني شمري. طب كلمني سعودي شوي، احنا ما سمعناك تحكي سعودي. فكرة معي. بس قبل كل شيء اللي خليني عن اللهجات لانه السعوديه يعني عن جد السعوديه يعني بكل دوله عنده لهجه وحده الا السعوديه، كل 20 كيلو عنده لهجه جديده. يا بعد حي وشلون حق تقول متسذبل او كنت علامك ما تبي تصدق الهرج، انت حر يا واد هيا سري يا ويطي يا رجل براحتك يا ابوي، خليك انت في ذاك وانا في ذا، انت وعيني برك حامد مو معقول الصدق ولا ابو رحم يسعد دينك ابو رحم. عاد يحن ولا ما يحن ويش داخل وش ودك وتكدوه جمعيه؟ يا مرحبا بك نورت انت نيله بقلبك ما شفت انا هو ما يبي اللهيه وهي ما تبى اللهوه. انا خطبتها وانا بائها بس ابوها ما يبغى لي. وش حالك؟ مهجر والسلامه نفداك الله يجعلني اخذ ضيمك. يبعد زولي زولكم يبل اللخه فهاد تعال كل من هالصدعيه بخويمانه يا بيداه لذت عليك اللوذه قدري مشتاق لك يا اخا هيا قبول تغلبني عليكم العاد. الله عليك توني. تعرف ايش سويت؟ اختصرت اللهجات السعوديه كلها الان. كمان اذا بدك شيء خليجي كمان. كمان خليجي عطني.
شاب يلا عاد الديره صغيره والخبر ينتشر بسرعه، روح زين لا ارفع عليك قضيه. شو بلاك وابيه توني ناشم من الرقاد وبتستوي ضرابه. ما ادري ايش في ذي، ما ادري ايش في هذه كلها مدوده هون فيني النوده. بدق على العنبلوس. ما كذي هذا ما ابوك يا لبو، ما تقول كذي. يا لب قلوبك مرونق المنقش فيهم ذولي. حياكم في بلدكم الثاني قطر، اي عليكم وسلامتي. الله عليك يا توني، لا موهوب ما شاء الله تبارك الله. تستغل الموهبه موجود، موهبه موجوده، بس اذا بتنفعوني بهالشيء بصير مذيع عندكم. اي شيء بدكم. طب يلا جرب، يلا هلا انت مذيع البرنامج، يلا كاستنج، ايه يلا انت مذيع البرنامج. اهلا وسهلا بكم في الام بي سي. يحكى ان راعيا في الصحراء تقيم امه العجوز معه وهو وحيدا، اصيبت بمرض الخرف، ضاق ذرعا بها، ولما قرر قومه الرحيل الى مراع جديده طلب من زوجته ترك امه في الصحراء حتى ينفذ زادها فتموت، ففعلت. وفي استراحة المسير طلب الرجل من زوجته طفلهما الرضيع ليلعب معه، فدسته مع القافلة وقالت له لقد تركته مع أمك، لا نريده. انفجر بوجهها كالبركان وهم بسحقها. اهدأ، صاحت به، لقد تركته لأنه سوف يتركك بالصحراء عندما تكبر، كما فعلت بأمك. ذبحته كلماتها، فأسرج فرسه عائدا من حيث أتى، وصل في اللحظة الفاصلة، وكان المشهد صاعقا. 3 من الذئاب تحوم حول أمه فترميها بالحجارة وتناديها أنا أم فلان سيقتلكم عندما يعود. قتل الذئاب وأدرك حيلة زوجته، ومنذ ذلك الحين لم يفارق أمه مدى الحياة. لا أنت الحين لا سويت نشرة ولا قدمت برنامج ولا سويت شيء. أنت كذا سويت وثائقي. طب ما عليك، ان شاء الله يكون لك مكان عندنا، ما شاء الله عليك مره موهوب. بس اسمعني على الشكل كمان، لان المذيع لازم يكون صوت وكمان وشكل واداء. شكلك يشبهونك انك انت لبناني، ما يعرفوا انك سعودي الناس؟ الصراحه لا. الصراحه لا يعني ايش؟ يعني الصراحه انت شو بدك، ايه ولا لا؟ انا بدي الصدق. الصدق لا، سعودي بفتخر. بيقولوا لك سعودي، يعني مو لايق عليك انك لبناني شكليا. شكليا لايق علي لبناني. لايق عليك لبناني. طب فكرت تمثل او لا؟ والله بصراحه ميت على التمثيل، يعني لو حصلت لي فرصه امثل ما بشغل الا بالتمثيل. بتموت على التمثيل. الله. شو عم تستغل هذه الموهبه انت على تيك توك صح؟ تيك توك وسناب كله. طيب ايش بتسوي فيه؟ ايش المحتوى اللي تقدمه؟ والله المحتوى يعني بحب اقدم انه بحاكي المجتمع بلهجتهم، باللي يحسوا فيه، يعني حتى الخواطر، الحكم، بنتقي شيء حلو، بألف شيء، يعني حتى تأليف. طيب الحين صارت نهاية السنة، إن شاء الله بكرة يوم جديد في سنة جديدة، إيش أهم أمنياتك؟ والله أمنياتي يعني أمثل طبعا، بعد أهم شيء توفيق. شيء ثاني خلاص قلت لك تبغى تمثل. يعني الأمنيات أهم شيء رضا الله والوالدين، أهم شيء بالحياة إنه يكون راضي عنك أغلب الناس، يكون راضي عنك الحكام، ويعني بتعرفي أنت. إيه أنا عارف، أنا عارف أنت إيش تبغى تقول. أنا عارف. شكرا لوجودك معنا اليوم توني. العفو حبيبتي. أهلا وسهلا. فمان الله باي. كذا مشاهدينا وصلنا لنهاية الناس في أسبوع، وعودة للزملاء.